السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفقرة الخاصة من نشرتنا اللي كنوقفوا فيها عند واحد الراحل اللي بصم اسمه في قلوب الناس وبقى أثره كينبض في الأعمال الطيبة اللي خلاها من بعده. رحل عنا الفاعل الجمعوي والإعلامي عبد العالي الرامي بعد حياة كلها عطاء، خدم فيها الناس ودافع فيها على حقوق الطفل، وكان دايما صوت للمظلومين والمحتاجين بلا ما يطلب مقابل وبلا ما يستغل العمل الجمعوي لمصالح شخصية. الفقيد كان معروف في حي يعقوب المنصور وفي الرباط كاملة، وكان صوت قوي كيوصل هموم الناس عبر الإعلام سواء المحلي ولا الوطني ولا حتى الدولي. وحتى في آخر أيامه وهو طريح الفراش موقفش عطاؤه، وظل اسمه حاضر في مبادرات فردية وجماعية كتشهد على حب الناس ليه واعترافهم بالخير اللي داروا. هذا الحب بان حتى في تكريم حضروا ليه الناس في دار الشباب النور في حي يعقوب المنصور أيام قليلة قبل ما يتوفى، وإن كان ما قدرش يحضر بجسده فحضرت روحه وعطاؤه في قلوب الجميع. شهادات كتيرة جات من زملائه وأصدقائه في الميدان، منهم المحامي عبد المولى المروري اللي يوصفه بالابن البار لحي يعقوب المنصور، والفاعل المدني خالد العرايشي اللي قال عليه أنه كان من أعمدة العمل الحقوقي والجمعوي في المغرب. أما الإعلامي عادل الزبيري فكانت كلماته حزينة ومؤثرة، واعتبر عبد العالي صديق عمر ورجل أفكار وتحقيقات ومثال ديال الوفاء والإخلاص. اليوم المغرب فقد صوت من الأصوات النقية وفاعل ما بدلش تبديله وخلى عمل صالح باقي الناس كتنتفع به. رحم الله عبد العالي الرامي وأسكنه فسيح جنته وجعل عمله في ميزان حسناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.